أيوة، أنا اللي بحب الكوسة وبحب أحضر منها وصفات كتير. والنهاردة هنحضر صينية الكوسة والبطاطس بطريقة مختلفة والطعم ولا غلطة. أول حاجة هنحضرها حشوة اللحمة المفرومة. طاسة وفيها معلقتين كبار من الزيت، هضيف بصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة. تدبل شوية هضيف معلقة كبيرة من الثوم مع ربع كيلو من اللحمة المفرومة. واحنا بنقلب اللحمة المفرومة لو حسينا إن هي اتجمعت هنفكها بالشوكة. هضيف التوابل وهكتبها لك تحت الفيديو مع معلقة كبيرة من معجون الطماطم وأقلب كويس جدا. كوباية من الجزر المبشور، نص كوبايه من الفلفل الالوان وقرن فلفل حامي وقلب كويس جدا. معايا كمان نص كيلو من الكوسه مغسوله ومتقطعه شرايح، هديها تشويحه بسيطه في معلقه من الزيت. هضيف كمان عليها التوابل وبرده هكتبها لك وهقلب لمده دقيقه. ودلوقتي هنحضر البشاميل. 3 معالق كبار من الزبده او المندوب، هضيف 3 معالق كبار من الدقيق وهقلب لمده دقيقه. كوبايتين ونص من الحليب البارد، معلقتين كبار من القشطه، رشه كده بسيطه من الملح والفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب. لازم قوام البشاميل يكون خفيف علشان يسوي لي البطاطس. معايا 3 حبات من البطاطس هقطعها شرايح رفيعه، هضيف عليها رشه من الملح والفلفل الاسود واقلب كويس جدا. اجيب الصينيه احط فيها كميه من البشاميل، ارصص طبقه البطاطس وبعد كده اضيف الحشوه واوزعها كويس جدا. وبعد كده هضيف طبقه الكوسه وبرده اوزعها كويس قوي. اضيف عليها باقي كميه البشاميل وزي ما انتم شايفين القوام خفيف ومش تقيل. ههز كده صينيه علشان البشاميل ينزل على باقي المكونات. احط كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، هغطي صينيه بورق الزبده والالومنيوم، تدخل الفرن لمده نص ساعه. بألف هنا وشفا وباي باي.